مساء الهنا والسيطرة على عيونك يا مصر، يا مساء السيادة. الحمد لله النهاردة بدأ دخول الكرفانات والمنازل الجاهزة داخل قطاع غزة مرورا من معبر رفح المصري، وده بعد يومين من دخول معدات إعادة الإعمار، وكلنا شفنا فرحة المصريين بدخول المعدات وفرحة سواقين المعدات نفسهم وفرحة الشعب الغزاوي. ويا رب تبقى بداية إعادة الإعمار بدون أي تهجير ووجود كل الفلسطينيين على أرضهم. بس انا قلقانه ومتوغوشه على ابو حنان. بقاله يومين كده يا اخويا ما بيطلعش يتكلم على غزه، ولا هشتري غزه ولا هستحوذ على غزه ولا هعملها لكم الريفيرا، ولا لا هنهجرهم، ولا لا مصر والاردن. بقالك يومين يا اخويا كده، اسم الله عليك، مالك يا اخويا؟ ان شاء الله تكون عيان يا رب. ولو ان دقه النقص اللي عملتها من يومين دي ما خالتش على المصريين برضه. من يومين القياده المركزيه للقوات الامريكيه في المنطقه اصدرت بيان غريب جدا. مش غريب علشان مش مفهوم، لا، هو غريب علشان في كم من البلطجة والتجرمة وشغل فتوات الحواري انا ما شفتوش قبل كده الصراحة. البيان في مستهله بيقول لك ايه؟ ان القيادة المركزية عملت طلعة جوية يوم 17 فبراير لإظهار القوة بالمنطقة. طلعوا عدد 2 قاذفة قنابل من قاعدة إنجليزية. القاذفتين طراز بي 52 حلقوا عبر أوروبا و9 دول شريكة. خلي بالك انت من كلمة شريكة دي. الدول الشريكة دي فين يا الحاج؟ قالك في منطقة مسؤولية الإدارة المركزية، اللي هي فين؟ عندنا كده في المنطقة بتاعتنا. وفي 4 دول شريكة دي قالوها كتير قوي في البيان، طلعوا مقاتلات F-15 مرافقة لقاذفات القنابل دي. وإيه يا الحاج بقى كان مشمول التدريب ده؟ مشمول التدريب كان التزود بالوقود جوا وإلقاء قذائف حية في نطاق الدول الشريكة. الشريكة برضه، يعني انت طلعت قاذفات قنابل من انجلترا، لفيت اوروبا بيها، بعدين دخلت المنطقه عندنا وقعدت تتجول فيها وتتزود جوا بالوقود وترمي قذائف حيه في نطاق الدول الشريكه. جماله حلو يا اختي. يا اخويا حوش طياراتك اللي عماله تتشقلب عندك في امريكا، ولا حامله الطائرات بتاعتك اللي اتلطت وبيقول لك تشوش على راداراتها. طب لزومها ايه يا الحاج الطلعه دي وفردة العضلات دي؟ دي قولها لك البيان برضو في اخر كام سطر. الحته دي بقى انا هقراها لك بالتفصيل من البيان. بيقول لك بقى ايه؟ تبرز قدرات قوه المهام القاذفه قابليه الولايات المتحده على اظهار القوه، اسمها البلطجه يا باشا، والالتزام بالامن الاقليمي. بتاخد اتاوات حضرتك، بتلم الاتاوه، بتوري الحته بتاعتك ان انت عارف تفرض السيطره على الحته. والقدره على الاستجابه لاي جهه فاعله سواء من دوله او قوه خارج نطاق الدوله تسعى الى توسيع وتصعيد الصراع في منطقه القياده المركزيه. مين القوه يا باشا؟ مين القوه اللي انت خايف انها تصعد الصراع؟ سيبوكوا دلوقتي من البيان اللي هو عبارة عن شلة فتوات بتتمنظر على الحتة بتاعتها علشان تقول أنا موجودة أهو ومسيطر. خلينا بقى في اللي اتقال بعد كده وبرضه من إعلام أمريكي، إن القاذفات دي طلبت الإذن إن هي تدخل الأجواء المصرية واتقال لها نو. جت تطلبه مرة تانية اتقال لها نو. بالبلدي كده، لو فكرت تدخل هنتعامل معاك معاملة العدو. ده كلامهم بالمناسبة. طب وهو يصح برضه يا ابو الحاج تعمل كده؟ ليه انت فاكرها مراحيض عامة اللي يزق الباب يدخل؟ دي مصر يابا. طب يا عم الحاج خليك جدع، خلينا بس نعدي. قال له لا يا بابا، انت ما خدتش الاذن قبل ما تعمل كده وما عملتش تنسيق مع مصر، اتفضل من غير ما ترد. راح لاف في بعضه وواخد بعضه وماشي ومروح على بيته. وبحسب التحليلات والتنظيرات اللي طالعه من عندي الامريكاوي برضو، ان التدريب دوت كان معمول ردعا لايران مش لاي حاجه. هي دي القوه الفاعله اللي احنا نقصدها. او النبي يا ابو الحاج. طب عيني في عينك كده يا ابو حنان. ليه النكش؟ بتنكش ليه؟ انت جاي انكش مصر ليه؟ ولا انت جاي تشوف قياس جاهزيه كده اخبار القوات بتاعتنا ايه؟ ما عيب يا ابو الحاج. ده مندوب اسرائيل في الامم المتحده عمال يعيط كل يوم، فارشين قواتهم، حاطين قواتهم. هو انت محتاج تعمل معانا اللقطه دي برضو علشان نرد عليك كده؟ النبي ما تطلع منك دي يا ابو حنان، غلطه في حقك كده. احنا غلطناك وركبناك الغلط من ساسك لراسك. وروح يا عم تشطر على اوكرانيا اللي قلت انها بقلشتكم في 350 مليار دولار. في حد يتبقلش في 350 مليار دولار يا جدع؟ وبلاش مصر، والله العظيم بقول لك بلاش مصر يا عم. فكك مننا بقى، فكك مننا بقى.
اتمنى تكون القياده المركزيه بتاعتك قالت لك المصريين جاهزين ومستعدين، وقالوا لك ايه، يا واش يا واش. وخلي الحمام الزاجل بتاعك اللي انت بعته يلف في المنطقه يعمل نمر دوت يروح بسلام، بدل ما نحشيهولك رز. اصل احنا هوايتنا نحشي كل حاجه رز. كفايه حك، كفايه حك يا عم الحاج ابو حنان. ماشي يا عم الحاج، عدانا العيب وازح، عدانا العيب وازح.